السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عاملة وصفة، يعني حاجة كده في منتهى الجمال بصراحة. تحفة وخفيفة جدا، مهما تاكلي منها مش عاوزة يعني تبطلي أكل الطبق. ما شاء الله من خفته بجماله وحلاوته. طبق فريك بالفيليه الفراخ هايل. قد ايه هو خفيف، قد ايه هو طعمه رائع. يعني كل اللي بيحبش الفيك هيحبوا الوصفة دي، واللي بيحبوا هيحبوا اكتر، وهتعمليها كل يوم. الوصفة عندي عبارة عن فيليه دجاج، وبحدقه او بتبله بشوية منكهات: ملح، فلفل اسود، كمون، وعندي جنزبيل وبصل بودرة وتوم بودرة، وعندي دبس رمان وليمون. لو ما عندكيش دبس رمان هنكتر الليمون شوية، بس انصحك تعمليه بالدبس رمان. وبما اني حطيت دبس رمان يعني لازم احط شوية سماق، فحطيت كده معلقة كبيرة سماق، ده حوالي نص كيلو فيليه. هسيبهم كده على جنب، مش هيتبلوا يعني، مش هيقعدوا في التتبيله دي ولا حاجه، هيتحطوا على جنب كده لغايه ما اعمل الفيت بتاعي. حطيت شويه زيت، بصله، البصله ديت حطيت عليها بس رشه ملح عشان تدبل معايا كده بسرعه وتصفر شويه. انا مش عايزاها تحمر، هتصفر معايا شويه. ممكن احط معلقه معجون طماطم كبيره او معلقتين صلصه تقيله. انا ما كانش عندي معجون فحطيت معلقتين صلصه تقيله، او تحطي ربع كوبايه طماطم صلصه عاديه. هقعدها عند كده على النار شويه، مش هسبكها قوي. عندي انزل بيه كوبايتين فريك منقوع نص ساعه تقريبا مغسول. احط نفس المنكهات اللي حطيتها على الفراخ، اللي هي بصل بودر وتوم بودر والجنزبيل وملح وفلفل وكمون. هنقلبه كويس قوي في الزيت، عشان ايه؟ زي ما بنعمل رز كده. اما احط عندي هنا ميه ومكعب ماجي، او احط عندي شوربه لو عندك شوربه. انا ما كانش عندي شوربه فحطيت ميه مغليه، طبعا لازم الميه تبقى مغليه، ومكعبات ماجي. طبعا هتعامل معاه زي معامله الرز تماما. هيتشرب بتاعته الميه شويه، وهغطي عليه لغايه ما يستوي. عندي الفراخ بتاعتي هحطها شويه على الجريلا او طاسه، بدهنها بشويه زيت بس كده بسيط. ولازم يبقى الطاسه عندي سخنه جدا، لازم تسمعوا صوت الطشه دي. اهم حاجه عاوزه تخلي حاجه جوسي سواء لحمه او فراخ، لازم نديها نار صدمه كده، صدمه قويه جدا، يبقى الطاسه بتاعتي سخنه جدا عشان تفضل جوسي من جوه. وده في ليه شرايح يعني مش محتاج سوا كتير. هناخد على كل جنب دقيقتين تلاتة. لو طبعا حاجه تخينه سميكه شويه ممكن نغطي عليها ونسيبها نهدي النار شويه. انا عندي الفريك بتاعي استوى خلاص، هحط عليه بقى ايه؟ بقدونس وطماطم من غير القلب بتاعها وشويه زيت زيتون. وكمان حطيت هنا دبس رمان، بس كان عندي التليفون معلش فصل، فحطيت كمان دبس رمان. ما عندكيش دبس رمان هنحط ليمون، بس يفضل دبس رمان بيدي طعم مختلف شويه. واقدم عليه شرايح الفراخ. ما اقولكيش بقى على طعامة الطبق ده، وجبة تجنن بصراحة، حلوة أوي. يعني مش عايزة غير طبق سلطة جنبها بس وخلاص. يعني انتي لو أكلت الطبق ده هتبني بجد والله، هتعمليه 3 4 مرات في الأسبوع، من حلاوته وسهولته، ما أخدش معانا وقت خالص. بس كده الوصفة بتاعتي خلصت، يا رب تكون وصفة عجبتك. ولو عجبتك ما تنسيش تشجعيني باللايك وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك أي جديد أنا بنزله. أقول لكم السلام عليكم.